ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ نبدأ الفيديو بتاعنا النهارده ونصلي على سيدنا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هنعمله فكرة كفتة بطاطس. معانا بهارات لحمة، ومعانا فلفل اسمر، معانا كمون، معانا كزبرة، ومعلقة سمنة، ومعانا الملح بتاعنا، وهنا في كزبرة عليها معلقة توم مفروم، واحط عليها زي معلقة زيت كبيرة. وهنشوف الطريقة احنا هنعملوها ازاي. طريقة سهلة وبسيطة وتغيير طبعا اقتصادية طبعا الظروف اللي احنا بنمر بيها كلنا. دلوقتي ادي انا حطيت زيت على الكزبرة ومعلقة الثوم المهروسة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معانا 4 بطاطسات حجم متوسط، 4 حبات بطاطس حجمها متوسط بالطريقة ديت. احنا سلقينهم ومقشرينهم، هنبتدي ان احنا نقطعهم بالسكينة زي ما انتم شايفين كده علشان اسهل على نفسي الهرس بتاعهم. ههرسهم شوية بالهراسة. انا قطعتهم بالسكينه بس اسهل لنفسي كده، عشان البطاطسيه يعني حجمها متوسط. اهرسهم شويه بالهراسه وهنزل عليهم بمعلقه السمنه بتاعتنا بالطريقه ديت. وهبتدي ان انا اهرس بالهراسه، وانا استخدمت بصراحه الشوكه اسهل علشان اقدر ان انا ادخل معلقه الزبده في البطاطس زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. هبتدي بقى ان انا اكمل بالشوكه بتاعتي زي ما انتوا شايفين حبايبي بالطريقة دي، واحدة واحدة. انا عايزة السمنة ابتدت تدخل في البطاطس زي ما انتوا شايفين بالطريقة ديت، ومش باينة خلاص، ابتدت انها تتداخل مع بعض. وهبتدي بقى انا اعمل الخطوة التانية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده الخطوة التانية بتاعتنا ان احنا هننزل بمعلقة الكزبرة ومعلقة الثوم، وعليهم طبعا معلقه الزيت بتاعتنا. انا نزلت بيهم اهوت، وهبتدي برضو ان انا اقلب. وبعد كده هنشوف حبايبي بعد ما تتقلب كويس هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واحده واحده زي ما انتم شايفين. هنزل بقى انا بالتوابل بتاعتي اللي هي بهارات اللحمه، كمون، كزبره، فلفل اسمر، معلقه صغيره من كل حاجه، ومعانا الملح بتاعنا. هنقلب الخليط كله مع بعض. هنقلب الخليط بتاعنا زي ما انتم شايفين بالطريقه دي لغايه لما الملح بقى والبهارات بتاعتي كلها تدخل في البطاطس والخضره بالطريقه ديت. وفي برضو حاجه تكه كده انا عملتها بس للاسف ما اتصورتش معايا. انا حطيت معلقتين دقيق كبار على البطاطس بتاعتي، يبقى معلقتين دقيق ومع البهارات اللي احنا عرفناها. هحط بقى الطاسه بتاعتي واحط فيها شويه زيت، وهبتدي ان انا اعمل البطاطس بتاعتي زي الكفته المشويه اللي احنا بنعملوها، زي حبات الكفته اللي احنا بنقلوها في الطاسه. هعمل البطاطس بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين حبايبي. هسيب الزيت يسخن شويه وبعد كده هوريكم ازاي انا بعمل الكفته بتاعتي او البطاطس بتاعتي زي الكفته، زي الكور كده، وهبططها وهبتدي ان انا انزل بيها في الزيت. وبعد كده هقلبها على الوشين. وطبعا لما تاخد الوش البامبي بتاعنا او تحمر شويه هبتدي ان انا اطلعها زي ما انتم شايفين كده حبايبي. هنعمل الكميه كلها بتاعتنا زي ما انتم شايفين واحده واحده حبايبي. انا خلصت اهو، انا بعمل الكميه واحده واحده وبعد كده هطلعها في طبق زي ما انتم شايفين. حاجه كده بسيطه وسهله بتتقدم جنب انا كنت اليوم ده كنت عامله كشري اسكندراني اللي هو بالعدس الاصفر، رز بعدس اصفر، وقدمتها جنبه. ممكن تعملي كبده وتعمليها جنبه، وبرده بتتقدم جنب اي اكل تاني، مشويات او فراخ او لحمه زي ما انتم تحبوا حبايبي. زي ما انتم شايفين. يا رب الفيديو يكون سهل وبسيط عليكم، ويا رب يكون عجبكم والفكره بسيطه وتقدروا تنفذوها. ما تنسوش تدعموا القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وبالهنا والشفا حبايبي.